في قلب صحراء الجزيرة العربية، بين الرمال التي لا ترحم والجبال التي تشق السماء، توجد مدينة لم يفهمها أحد حتى اليوم. مدينة بناها قوم لا يزال الغموض يحيط بنشأتهم. ازدهروا فجأة ثم اختفوا بنفس السرعة. إنها مدائن صالح، أقدم مما نعتقد، أعمق مما كتب، وأكثر رعباً مما تتخيل. من هم الأنباط؟ أين ذهبت حضارتهم؟ ولماذا تركت هذه المدينة وكأن أصحابها اختفوا في ليلة واحدة؟ مرحبا بك في دارك سايد عربي، حيث نكشف ما لا يريدونك أن تعرفه. أكبر لغز في تاريخ الأنباط ليس حضارتهم، بل ظهورهم. كيف تحولت قبائل بدوية بسيطة إلى قوة اقتصادية تسيطر على طرق التجارة بين اليمن، الشام، مصر وبلاد ما بين النهرين. لا توجد نصوص تذكر كيف ظهر الأنباط فجأة، ولا توجد دولة سابقة هي التي تطورت إلى مملكة نبطية. وكأنهم ظهروا دفعة واحدة، سيطروا على تجارة البخور واللبان والمرة في وقت كانت هذه المواد أغلى من الذهب. الغريب أن مدائن صالح لم تكن العاصمة الرسمية للأنباط، ومع ذلك هي أكبر موقع أثر نباطي محفوظ في العالم، أكبر من البتراء نفسها، في النقوش، في المقابر، في الهندسة. ظهر الأنباط في واحدة من أصعب البيئات على وجه الأرض، الصحراء، لكنهم لم يكونوا قبائل متفرقة كما يشاع، بل شبكة معقدة من التجار والمهندسين الذين امتلكوا أهم شيء في الصحراء، الماء. بفضل عبقريتهم في إدارة المياه تحولت طرق القوافل إلى ثروة، وثروتهم تحولت إلى مملكة، ومملكتهم تحولت إلى قوة تخشاها الإمبراطوريات. مدائن صالح أو الحجر ليست مباني، إنها جبال صخرية كاملة تحولت إلى تحف معمارية دقيقة. كيف استطاع شعب قبل 2000 سنة أن ينحت واجهات بارتفاع 20 متراً؟ كيف حافظوا على هذه الدقة رغم الرمال والحرارة والزمن؟ والسؤال الأهم، لماذا كل هذا الجهد في مدافن لا يعيش فيها أحد؟ المؤرخون قدموا 3 تفسيرات، لكن أي منها لم يكن مقنعاً. الرومان أسقطوهم، لكن حتى بعد سيطرة الرومان ظل الأنباط موجودين لفترة طويلة. انهيار التجارة، لكن اقتصادهم كان متنوعاً، وليس فقط تجارة البخور، الجفاف، لكن آثارهم تظهر أنهم كانوا خبراء في مواجهة الجفاف. الأنباط لم ينتهوا بحرب، لم ينتهوا بكارثة طبيعية، لم يسقطوا على يد غزو خارجي، بل اختفوا كما ظهروا، اختفوا بطريقة غير طبيعية، كما لو أن حدثاً ضخماً، كارثة، جعل مملكتهم تتبخر فجأة من التاريخ. آخر ذكر للأنباط في التاريخ الرسمي كان سنة 106 ميلادية. لم يتركوا سجلات مكتوبة كثيرة، ولم يخلفوا نصوصاً تشرح حياتهم أو نهايتهم. مدنهم تركوها كما هي، وكأنهم في لحظة واحدة تبخروا. الحفريات الحديثة كشفت شيئاً صادماً، أن الأنباط كانوا يخفون طبقات كاملة من مدنهم تحت الأرض، شبكات مياه، أنفاق، مخازن. كأن المدينة لم تكن فقط للسكن، بل كانت نظاماً دفاعياً ضد شيء لم نعرفه بعد. وهنا يظهر السؤال المرعب، من كان العدو الذي تخشاه مملكة قوية مثل الأنباط؟ في النهاية تبقى مدائن صالح شاهدة على حضارة عظيمة، ليست مجرد موقع أثري،
إنها رسالة من حضارة أرادت أن تبقى، لكنها اختفت بطريقة لم يستطع أحد تفسيرها حتى اليوم. ربما ما زال تحت رمال الحجر ما يمكنه تغيير تاريخ الجزيرة العربية بالكامل. في رأيكم، هل اختفى الأنباط بسبب قوة خارجية؟ أم أن السر الحقيقي ما زال مدفونا تحت أقدامنا؟ ملف الأنباط لم يغلق بعد، وما تخفيه الصحراء دائما أخطر مما ظهر. اشترك الآن وكن جزءا من عائلة الغموض، فالقادم أكثر غموضا مما تتوقع.